السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الرز. هنعمل النهارده كفتة الرز بالفراخ مش باللحمة. لو انتي جربتيها وعملتيها بنفس الطريقة هتنسي خالص ان انتي تعملي كفتة الرز باللحمة، هتعمليها دايما بالفراخ لان بجد طعمها مسكر جدا، متماسكة جدا ومش هتفك معاكي. شايفين شكلها ازاي؟ زي العسل. طعمها كان خطير جدا. لو بتشوفوني اول مره انا ام برودي، لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا في القناه وعلى زر التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف عملنا الكفته اللي زي العسل دي ازاي. يلا بينا. يلا بقى نشوف هنحتاج في الكفته بتاعتنا النهارده ايه. عندي نص كيلو من الفراخ المفروم. النص كيلو ده هاخد عليه بصلايه متوسطه مفرومه او مبشوره ناعم، وهاخد كمان ربع معلقه كبيره من الثوم المفروم او المهروس، وهاخد كمان نص حزمه من الكزبره الخضراء. من هنكتر كزبره خضراء عشان فيها سوائل ما تفكليش الكفته بتاعتي. وعندي كمان كوبايه الا ربع من الرز المطحون. هنزل بنص الكميه والنص التاني هقول لكم هننزل بيه امتى. تمام. وعندي كمان مكعب مرق تقدري تستبدليه خالص او تشيليه خالص وتستبدليه بمعلقه من الملح. البهارات الاساسيه معايا الكزبره والفلفل الاسود والملح، هم دول الاساسيين، وتقدري بعد كده تزودي اي حاجه انت عايزاها. انا زودت بس معلقه صغيره من البابريكا، وحطيت فلفل اسود وكزبره وملح، وهاخد كمان معلقه كبيره من الزيت. خلاص كده زي الفل. نقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض. تمام كده وزي العسل. ننزل بقى حبة حبة بالرز اللي هو باقي، اللي هي كانت كوباية الا ربع من الرز، يعني نص كيلو الفراخ اخد معايا كوباية الا ربع من الرز المطحون. تمام. ننزل كده خلاص، نزلنا بالكمية كلها بقى نلم الكفتة كويس. خلاص كده زي الفل، وهبتدي اصبع الكفته بتاعتي. عندي هنا زيت هدهن ايدي بالزيت كويس جدا، وابتدي اصبع الكفته. تصبيحه الكفته على حسب ما انت عايزه الحجم كبير عايزاه صغير زي ما تحبي. انا ما بحبش الكفته تبقى صغيره. تمام. وحتى لو صغرتيها اطمني ان هي اصلا مش هتكش معاكي، التقطيعه او الحجم اللي انت عايزاه اعمليه. تمام. نخلص بقى تصبيع الكفته بتاعتنا. خلاص انا خلصت الكفته بتاعتي وهحطها في التلاجة لحد ما اعمل التسبيكه بتاعت الكفته. يلا بقى نعمل الصلصه بتاعت الكفته. عندي كده حله على النار، نزلت فيها باي ماده دهنيه، سمنه، زيت، زبده زي ما تحبي، ونزلت عليها بصلايه كبيره كده مقطعاها تقطيعه ناعمه شويه، ورشه من الملح. وهسيب البصلايه دي لحد ما تدبل وتاخد لون ذهبي. خلاص هنا البصلايه بتاعتي اخدت لون ذهبي، مش هغمق البصلايه اكتر من كده. خلاص زي الفل كده، عشان تخلي الصلصه بتاعتي بقى لونها احمر. خلاص زي الفل، وهبتدي انزل دلوقتي بعصير الطماطم. التوابل بقى زي ما تحبي او بتحبي تضيفي على الكفته صلصه الكفته. تمام. عندي مكعب مرق، متفقين لو مش عايزه مكعب مرق تستبدليه بملح. وكمان هاخد فلفل اسود وكزبره، وهاخد برضو رشه من الملح، مش هكتر ملح لان انا حاطه مرق. وهسيب الصلصه بتاعتي دي لحد ما تتسبك، تقليبه حلوه كده للتوابل، واسيبها لحد ما تتسبك. لحد ما الصلصه تتسبك عندي في طاسه على النار كميه من الزيت، وهبتدي انزل بالكفته بتاعتي. اهم حاجه الزيت ما يبقاش سخن زياده عن اللزوم، لان انت لو نزلتي في الكفته في الزيت سخن زياده عن اللزوم هتاخد لون ذهبي من بره وهتكون لسه ما استوتش من جوه. ننزل بقى بكميه الكفته وهنقلبها بين فتره وفتره كده لحد ما تاخد اللون من جميع الاتجاهات. تمام. خلاص كده زي الفل. هنا الكفته بتاعتي اخدت اللون المطلوب، انت عايزه تغمقي اكتر من كده زي ما تحبي. هبتدي ارفع الكفته من الزيت، عايزه تاكليها زي كده وما تحطيش في الصلصه زي ما تحبي. طعمها كمان بيبقى تحفه، شويه سلطات كده وعيش وحشي، وهيبقى احلى جدوى. نرفعها بقى من الزيت، وكان طعمها خطير كمان من قبل ما تنزل في الصلصه. خلاص كده نرفع الكميه كلها، وبعد كده نقلي الكميه كلها بنفس الطريقه. خلاص انا الصلصه بتاعتي اتسبكت، وهبتدي انزل عليها بكوبايتين من الميه، وهظبط بقى الملح بتاعها، وهديها رشه من الفلفل الاسود ورشه من الكزبره، وهسيبها لحد ما تغلي. قبل ما انزل بالكفته لازم صلصه الكفته تكون بتغلي. خلاص ان الصلصه بتاعتي غلت، وهنبتدي ننزل بالكفته. بس قبل ما ننزل بالكفته بقى نشوف واحده مع بعض. شايفين شكلها ازاي؟ متماسكه، مفكتش معايا في الزيت ولا هتفك معايا في الصلصه مهما غلت.
لان الكفته مقاديرها مظبوطه. يلا بقى ننزل بكميه الكفته كلها في الصلصه ونسيبها تغلي لمده 10 دقايق ونرفعها من على النار. وما تقلقيش مش هتفك معاكي في الصلصه لان المقادير مظبوطه جدا. ايه رايكم بقى في الكفته بتاعتي النهارده؟ شايفين شكلها ازاي؟ زي العسل يفتح النفس. عملت جنبها كده ايه رز بالشعريه وكانت احلى غدوه. ما فكتش معايا في الصلصه لان المقادير مظبوطه جدا. هتنسي خالص ان انت تعملي كفته الرز باللحمه، هتعمليها بالفراخ لان طعمها مسكر وزي العسل. شايفين شكلها ازاي؟ بتمنى النهارده طريقه الكفته تكون عجبتكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد وكل شعار انا بنزله على القناه. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.